الله وبركاته. معكم الراقي حسن المغربي مباشرة من مركز شفاء للعلاج بالرقية الشرعية من مدينة الجديدة المغربية. أحبكم في الله. معنا في هذه الحلقة الراقي عماد المغربي، حياكم الله. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. أخ عماد، ممكن تقترب عن إن شاء الله شوية إن شاء الله. تجدون هنا إن شاء الله بعون الله بعض الأدوات والأشياء التي تستعمل عند السحرة من أجل تفعيل الأسحار. هنا تجدون إن شاء الله شعر أريد به سحر مرأة، شعر طويل، الله المستعان. كذلك تجدون هنا ما يسمى بالدون بالرصاص، وهو يستعمل خصوصا عند السحرة، يعني المتمرسين والخبراء في هذا الباب. وخير دليل على هذا السحر الذي في الرصاص، أعطيكم نموذج إن شاء الله، أبين لكم نموذج لهذا السحر الذي في الرصاص. مكتوب هنا جبرائيل، إسرافيل، أرقام معينة، طلاسم، حروف، استغاثة بالجن، استعانة بالشياطين، والله المستعان. الحمد لله بطل هذا السحر. تجدون كذلك إن شاء الله تعالى الدمى. المراد من هذه الدمى يعني سحر الأطفال وأذى الأطفال. سحر الدمى يعتبر من السحر الأسود. من السحر الأسود، الله المستعان. هذا خصوص هو يعني يوضع لأنه يعني السحر يوضع في الدمى، بالأخص هذه الدمى الصغيرة، أنه لا يكشف. نعم. ويبقى دائما عند الأطفال، وحتى لا يشك في أمر أحد. نعم. وهذا اسمه إيش يا أخي أيمن؟ نعم، هذا اسمه إيش؟ هذاك دبدوب أفندي. سبحان الله. تجدون على الشمال إن شاء الله بعض البخور رائحته كريهة، بخور جلب الشياطين والجن. نعم، خصوصا جميع البخور التي رائحتها كريهة تجلب الشياطين والعفاريت والمرضى إلى البيت، تجلب الجن عامة. نعم. هذه يعني مخلوط ببعض السوائل يعني الكريهة والتي يحبها الشياطين. هنا فيه بخور أسود وبخور أحمر. هذا يستعمل البخور الطيب، يستعمل بمعتى عند السحرة للمحبة نعم. يعني الأغراض، المحبة والجلب والتهييج. نعم. وكذا. الشموع تستعمل خصوصا خصوصا الأحمر والأسود من أجل جلب وتهييج الأحبة. وكذلك يستعمل في يعني للوساوس وللشتات. نعم. شتات الأمر. نعم. يعني وللتمريض. نعم. هنا نجد إن شاء الله تعالى جلد الغزال، يستعمل من أجل تضييق الخناق على بعض المسحور. هنا جلد أفعى، ويراد به التفريق بين الأحباء والضغناء والشحناء والكراهية. هنا قنفذ كامل فارغ من الوسط، الله المستعان، في شوك، فيملأ بالأسحار ويخيط. وفي كثير من الأحيان يعني
يعمل الأسحار في بطن الحيوانات وهي حية. في هنا عقارب. شي حذاري فإن الشوك. عقارب. العقارب والأفاعي تستعمل في السحر الأسود للقتل. نعم. والدمار والحوادث، وخصوصا من أجل الفراق والتشتيت والتسميم والتقتيل. شوف، عقرب أسود. عقرب أسود. هنا نوعين من العقارب، الأسود والأصفر. الأسود والله أعلم أشد ضرر من الأصفر. هذا على حسب طلب السحرة عليهم الدلة. ضأن يراد به السحر الشيطاني. نعم. كمان في هنا بوة تسمى عندنا احنا بوة في سحلية بالمصطلح العربي. نعم، سحلية كبيرة، الله أعلم ما تخبئ الداخل. هي تستخدم في أغراض التأليف بين الزوجين والسحر المأكول وأسحار السيطرة والانتقام. في هنا نعم سلحفاة صغيرة، السلحفاة البحرية. نعم. ومملوءة بالأسحار. في هنا مسمار قديم دق على الحائط من أجل تعطيل الزواج وتعطيل الحال. في كذلك في وينه هنا فيه هذا الوزغ، بوبريس. نعم. البوبريس ده من أجل يعني حرق البيت و تشتيت الأسر. نعم. ده الوزغ. نعم، والمشاكل والدلة والقلة والأمراض العضوية. كمان في هنا ريش يراد به هروب المرأة من بيت زوجها. هروب المرأة من بيت زوجها. القرون من أجل القرون تستخدم يعني يستخدمها السحرة في الغالب لجلب الشياطين. نعم. ويعني جلب تملأ هذه القرون، سامحني أخي أحمد، يوضع الأسحار وسط القرون. نعم. ولأنها تصبر لحرارة ورطوبة الأرض فتغلف وتحفظ في مكان تحت الأرض من أجل بقاء هذا الأسحار ويبقى المفعول ديالها ساري. في مجموعة من القرون هنا، قرون الغزال وقرون الأكباش وما إلى ذلك. في هنا رأس ضبع، سبحان الله، يأخذون رأس الضبع ومخ الضبع ويطعمونه للزوج لكي يصير مثل مطيعا لزوجته صح. الله المستعان. هذا رائج في الله المستعان المغربي. كمان إن شاء الله هنا تجدون هذا والله أشياء غريبة. هذا السحرة لعنهم الله. والله ما عرفت هذا، لا أتذكره. سبحان الله. ما سبحان الله. هذه كلها وجدناه ولله الحمد، وهي تستعمل في كل هذه لها علاقة بأغراض الفراق والشتات والسيطرة والتمريض. نعم. ومنها ما هو للقتل، ومنها ما هو يعني للوساوس والجنون، ومنها تمائم أيضا. شيء ماذا يراد بهذه السبولات؟
الساحر سحر السنابل. سحر السنابل. أسحار بالسنابل. والله أقول والله أعلى وأعلم، يراد بها أن تكف الأرض عن نبات في منطقة معينة. هذه يعني تعمل، يعني تؤخذ من أرض شخص فلاني ويعمل له السحر من أجل تعطيل الرزق. صح. وتعطيل. صح، استنتاج طيب أخ عماد. كذلك نجد إن شاء الله هنا غالب هذا. نعم، هنا إيه ده؟ بوة. أنا هذه حرباء. حرباء صغيرة. حرباء صغيرة. دي البنت تبعها دي. حرباء صغيرة. هذه حرباء صغيرة. هذه حرباء كبيرة. هذه حرباء كبيرة. هذا الأب لكل واحد منهما دور. وهذا الولد كل واحد منهما له دور يستخدم، يعني هو نفس المفعول والتأثير. هذا أسنان تبع. هذا ناب الكلب. لا، مو ناب الكلب، ده ناب الضبع وناب القط الوحشي، يراد به التفريق. ويراد به الشحناء والبغضاء هذا ناب الكلب. صح. يستخدم يعني يستخدم لأغراض يعني السرقة يعني تسكين الأوجاع والآلام كما يعتقد السحرة. هنا نجد هذا ليس منه شيء. نجد خميسة أريد بها عمل أسحار، ولكن لا أعلم وين يضعوها. هذه تعلق في الرقاب. نعم، لكن وين يضعوا السحر؟ معتقد أنهم يعني يكون سحر مرشوش. السحر يعني يقرأ عليها ويرش عليه بالماء. في هنا السحري. أسحار. هذه أسحار. سبحان الله. مكتوب هنا نعيمة سميرة. الله المستعان. نجد هنا كتاب. هذا من أخطر كتب السحر، وهو المرجع الأهم عند السحرة. نعم. لعنهم الله. كتاب شمس المعارف الكبرى. شمس المعارف الكبرى من أخطر كتب السحر. نعم. على الإطلاق. نعم. وهذا الكتاب لا يخلو من الشركيات ومن الكفريات. كله شركيات وكفريات كله. ومن تنكيس حروف القرآن. نعم. يعني ومن استهزاء بالديانات وبغير ذلك. كذلك نجد هنا بعض المطبوعات التي هذه كنماذج للسحر. السحر اليهودي. السحر اليهودي، السحر الماسوني، السحر الشيطاني، السحر السفلي. الله المستعان. الله المستعان، نسأل الله العافية. نسينا شيء أخ عماد؟ هنا نجد إيه ده؟ هذا جلد الضأن. جلد الضأن. هذا يستعمل للعزة والقبول. نعم. يعني يحمله معه السحرة للجلب وغير نعم. ذلك. وكل هذا ليس فيه فائدة وليس فيه نفع. هذا إيه؟ النافع والضار هو الله عز وجل. هذا مادة كيماوية من أجل تهييج الشخص المراد سحره. تمزج مع الأبخرة وتمزج مع خصوصا مع السيليسيون، ما يسمى عندنا هنا بالسيليسيون. الله المستعان. مادة كيماوية تأخذ الزوجة بعد يعني آثار الزوج وتخلطها بهذه المادة، فتجلب وتحرقها وتستغيث بالشياطين، فتستجيب الشياطين لها وتؤثر في زوجها المسكين الذي راح ضحية. أولا راح ضحية زوجة يعني تؤذيه، وثانيا خدع في الزوجة وخدع في معتقد الزوجة. نسأل الله العافية. هنا نجد رأس هدهد. الله المستعان. ده فم الهدهد. نعم. الهدهد يعني دماؤه
أجزاء تستخدم وذكر في القرآن، لأغراض وهذا سحر. أحب الطيور عندنا في الإسلام. تستخدم في أغراض يعني الجنون وأغراض نعم، التمريض. لأنه يوحد الله عز وجل. الله المستعان. نعم، وذكر في كل شيء القرآن. يسبح بحمد الله. نعم صح. وهنا هذه تمائم، فيه تمائم. الله المستعان. يستخدمها السحرة. الله المستعان. الله المستعان، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا، نشكركم على هذه. نعم. شيء أخ عماد؟ كلمة إن شاء الله. تفضل. بعدما إخوتي وأخواتي، بعدما رأيتم يعني ما قدمه الأخ الراقي حسن المغربي من مجموعة من الأسحار أو وأغراض السحر التي يستخدمها السحرة، فكان من الواجب على كل مسلم ومسلمة يعني أي شيء من هذه يعني الأغراض إذا وجدت أو كذا، فيجب على الإنسان أن يتصرف يعني إعطائها لراقي متخصص في مدينته حتى يتم إبطالها والراقي سوف يعرف كيف يتصرف معها، مثل هذه التمائم مثلا، ومثل هذه الأحجبة، ومثل هذه يعني هذه الأشياء كلها لها أغراض في السحر والشعوذة. كما ذكر الراقي حسن المغربي، فإن يعني هذه الأغراض كلها تستخدم في أعمال خطيرة جدا، أعمال التمريض، منها ما هو للتمريض، ومنها ما هو حتى يصل للقتل، ومنها ما يصل للجنون يعني، ومنها للمحبة، ومنها ما هو للتهيج. مثلا هذه سحر الشموع، صح. هذه يعني الشموع السوداء هي أنواع، فيها صفراء وفيها بيضاء وفيها لكل منهم يعني غرض في السحر. مثل هذه السوداء تستعمل يعني التشويش والوساوس والتمريض، يعني يكتب عليها السحرة لعنهم الله. ويعني جلد التعابين والعقارب يعني رأس الحية، كل هذا يستعمل في أسحار القتل وأسحار الدمار وأسحار الحوادث. عندما السحرة، عندما شخص يحسد شخص يذهب إلى الساحر ويعطيه أثمنة باهظة حتى يسحر يعني غيره، والله المستعان. وجزاكم الله خيرا أخي حسن على هذا التوضيح وعلى هذه الإفادة للناس. أمر مهم، جزاك الله خيرا أخ عماد. من يعني ضبط مثل هذه الأمور وغيرها من الأحجبة، نطلب منه إن شاء الله الاتصال علينا. نعم، هذه لا يقربها أبدا. نعم، مسألة مهمة. ولا كما ذكر الراقي حسن المغربي، لا يجب على الإنسان أن يتصرف إذا وجد شيئا من هذه الأسحار، سواء تمائم أو أحجبة أو يعني أي شيء، لا يجب عليه أن حتى لو وجد سحر مرشوش في بيته يجب عليه ألا يتصرف ويتصل بأقرب راقي موجود صح في منطقته ويخبره ويستفسره، وبعدها يعني حتى في الهاتف فنعطيه إن شاء الله الطريقة التي ممكن أنه يبطل ذلك السحر إن شك في أنه في سحر. نعم، وحتى قراءة مثل هذه الكتب أو إدخالها للبيوت هذا يعني شيء خطر جدا. يعني هذه الكتب يعني مثل شمس المعارف الكبرى وغيره من كتب السحر لا يجب أن تكون في البيوت. إذا تواجدت في بيوت المسلمين فستكون سببا في الشقاء، وسببا في المرض، وسببا في ضيق الصدور، وسببا في المس وغيره. فهذه الكتب يعني محفوظة لدى الشياطين ولدى السحرة، نسأل الله العافية. مراجع لهم عامة. أشكرك الأخ راقي عماد المغربي. تذهب بها إلى الراقي المقيم بمدينتك أو تقوم بحرقها وأنت على تحصينات وأنت على ذكر. جزاك الله خيرا أخ عماد المغربي. وجزاك خير حسن المغربي. نشكركم. بارك الله فيك. عملنا هذا الفيديو من أجل توعية الناس وإرشاد الناس إن شاء الله بعون الله.
الحمد لله. نحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.